بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا احنا الجالية العراقية الشيعية في هولندا نعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه والمراجع العظام بمصاب أبي عبد الله الحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام والأمان على العراق جميعا، وأن يحفظ زوار العراق، وأن يحفظنا من كل سوء، ويرزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. نحن الآن في هولندا نجتمع في عزاء أبي عبد الله الحسين بمناسبة الذكرى الأربعينية السنوية الخالدة التي يحييها أتباع أهل البيت ومحبو الحسين في كل مكان. نجتمع ويجتمع معنا هنا المؤمنون رجالا ونساء وأطفالا، وفي ساعة متأخرة من الليل نشاطر إخواننا في كربلاء المقدسة في العراق الجريح في هذه المأساة الحسينية التي أحياها رسول الله من قبل وأحياها الأئمة المعصومون، ونحن على هديهم وخطاهم نحيي هذه الذكرى ونعيش ذكرى 40 أبي عبد الله الحسين. وافوك يوم 40 وليتهم حضروك يوم الطف إذ تستنصروا. قم وانظر البيت الحرام ونظرة أخرى لقبرك فهو حج أكبر. أصبحت مفخرة الحياة وحق لو فخرت به فدم الشهادة مفخر. قدست ما أسمى مقامك رفعة أخفيه خوف الظالمين فيظهر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل وعلى زوار قبرك الشريف ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعزل الأمة الإسلامية بمصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله أن يحشرنا في ركابه ويرزقنا شفاعته إنه سميع مجيب. واقعا نبارك لهذه القناة التي تجعلنا نعيش أوضاع كربلاء ونعيش هذه الحالة الروحانية التي يعيشها أصحاب المواكب والمشاركون في العزاء، ونحن عن البعد حينما نرى هذه الأجواء كأننا بجوارهم، ونحس بروح الإمام الحسين سلام الله عليه وتلك النفحات الربانية التي تحيطهم. نسأل الله أن يجعلنا في ركابهم وممن تشملنا نفحات الإمام الحسين سلام الله عليه. ونحن في هذه الغربة، نحن أتينا من لندن إلى هذه البلد في هولندا لإحياء هذه الشعائر، ولعل القضية الربانية أنه حيثما تذهب تجد هذا التجمع وذكر الإمام الحسين. هذا لاحظناه من القطب الشمالي وحتى الجنوب، حيثما تذهب هناك ذكر الإمام. ولعل هذا الذي تشيره إليه العقيل، تشير إليه العقيلة زينب سلام الله عليها حينما تقول وسينصب لأبيك في الطف علم يسعى الطواة إلى محوه فلا يزداد إلا علو على كرور الليالي والأيام. وتخاطب يزيد فتقول كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. حيثما حل محب أبي عبد الله الحسين يكون هناك ذكر للإمام سلام الله عليه. ولعل هذا المحور الذي نجتمع حوله هو سر التفافنا حول هذا المذهب الحق وبقائنا على هذا الاتصال بيننا وبين مبادئ هذا المذهب. نسأل الله أن يثبتنا على ولاية علي وآل علي ويميتنا على هذا الخط، وأن يحشرنا في ركاب أبي عبد الله الحسين ويرزقنا شفاعته إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. السلام على زوار أبي عبد الله الحسين والزاحفين إلى كعبة العشق الإلهي وقبلة المحبين. سيدي يا صاحب الأمر والزمان، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء بمصابك بجدك الحسين، فأنت المعزى وأنت صاحب المصاب في هذا العالم وفي هذا الوجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى بدم نحر الحسين
أن يجعلنا من الطالبين بثأره معك يا ابن رسول الله. وهنيئا لكم يا زوار أبي عبد الله. هذه الخطوات وهذا المشي لسيد الشهداء الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نحن نشاطركم العزاء بمصاب الحسين عليه السلام في موكب شباب العباس عليه السلام في هولندا في مدينة لاهاي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في ديوان زوار الحسين عليه السلام معكم. بزوار الحسين خلطت نفسي، بزوار أبي عبد الله خلطت نفسي، لكي تحشر في يومها، لكي تحسب في يومها عند العداد. فإن عدت فقد سعدت، وإلا فقد فازت بتكثير السواد. ويا زوار أبي عبد الله الحسين، تمسكوا بهذه الشعيرة، فهذه هي التي تبقي مذهب ودين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي الأمة الإسلامية وصاحب العصر الزمان في هذه المناسبة الأليمة، مناسبة 400 الإمام الحسين. إن شاء الله أن تمر علينا في كل سنة، والعراق أكثر وأكثر بالتقدم والازدهار إن شاء الله. ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ زوار الحسين ويسدد خطاهم ويتقبل أعمالهم. وإن شاء الله السنة الجاية يحسبنا من زوار الحسين ونشاركهم في عزاء الحسين في 400 إمام الحسين.